لو ابنك بيجيله هبوط في السكر متكرر يبقى الفيديو ده مهم ليكي جدا. اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه عشان غيرك يستفاد. لو ابنك بيجيله هبوط في السكر فانت محتاجه هتروحي للمتخصص. روحتي للمتخصص غدد وسكر. وطبعا في الحاله دي لو الطفل ما عندهوش سكر الدكتور بيطلب شويه تحاليل وسكره مهبط، يعني هيطلب تحاليل وابنك سكره اقل من 50 لازم عشان يتشخص صح ايه سبب هبوط السكر ده. لان هبوط السكر ده لو هو ما عندوش سكر، طبعا بنتكلم عن الاطفال اللي ما عندهمش سكر، هبوط السكر ده ليه اسباب كتير جدا. ممكن يبقى نقص في هرمون النمو، ممكن يبقى مشكله في الكبد، ممكن يبقى مشكله في البنكرياس، ممكن مشكله في الغده الكظريه. فكل الحاجات دي هتبان لو ابنك عمل تحاليل وهو سكره اقل من 50. انا عارفه ان هي بتبقى حاجه صعبه طبعا على الاطفال، لان لو هو سكره يا حبيبي 50 ده بيبقى تعبان جدا. ايه اعراض؟ طب اول حاجه هقولك اعراض هبوط السكر عشان تاخدي بالك كويس. لو لقيتي ابنك في الحاله دي لازم في ساعتها تديله حاجه مسكره، ما ينفعش تصبري عليه. هقولك الاول اعراض هبوط السكر وبعد كده نتكلم لو الدكتور طلب منك تحاليل وهو سكره اقل من 50 هتعمليها ازاي. اول حاجه الاعراض هبوط السكر، هتلاقي الطفل بيرتعش كده وهتلاقيه مهبط وجسمه همدان، مش قادر يلعب، ممكن تلاقيه مرمي في الارض مش قادر يقوم، هتلاقيه عرقان جدا. ولو هو نايم في اطفال بيجيلها كوابيس وبتقوم تصرخ، ساعتها ان هي ما بتعتبرش كوابيس بس هو المخ بيدي اشاره للجسم ان هو محتاج سكر دلوقتي، فبيعمل الاعراض دي، بيعمل بقى عرق شديد، بيعمل ضربات قلب سريعه جدا، ممكن تلاقيه وشه مصفر. ففي الحالة دي تعملي. طب انا دلوقتي ابني جاله الاعراض دي، اعراض هبوط السكر، اعمل ايه؟ اول حاجة هتلحقيه هتقيسي السكر بتاعه، هتلاقيه طبعا ايه لو جاله الاعراض دي هتلاقيه سكره 60 50. هتلحقيه بمعلقه عسل او شويه ميه بسكر، بعد كده تصبري شويه وهتقيسي السكر بتاعه، لقيتيه 80 بتاع يبقى كده ايه سكره اتظبط، هتاكليه كويس. في الحاله الاطفال اللي بيجي لهم يعني عندهم هبوط في السكر بسبب نقص هرمون النمو، الاطفال دي طول ما هي بتاكل كويس كل 3 ساعات لازم تاكليه او تشربيه لبن وتشربيه عصاير، بس طبعا الكل مفضل الحاجات اللي في البيت مفيده ليهم جدا. في الحاله دي هم طول ما هم بياكلوا كويس سكرهم بيفضل مظبوط. اما ما يقدرش يقعد فتره طويله، ما يقدرش يقعد 5 6 ساعات بعيد عن الاكل، كده هيهبط. لازم كل 3 ساعات او كل 4 ساعات، حتى لو هو نايم بالليل تصحيه كل 4 ساعات وتديله حاجه، تديله عصير، تاكليه رز بلبن. يعني دكتوره استشاريه للغدد والسكر ولجنه هرمون النمو كانت دايما تقول لي لازم ياكل حاجات فيها نشا كتير، طبق رز بلبن، طبق مهلبيه، حط له معلقتين نشا، معلقه نشا على كوبايه اللبن وتديها له. عشان وعلى فكرة الأطفال اللي عندهم نقص في هرمون النمو وبيجي لهم هبوط في السكر، الأطفال دي بتهبط وهي نايمة. يعني ما تقوليش لا هو بالنهار بيعمل طاقة وبيجري فبيهبط فاهتم بيه وبالليل هسيبه ينام طول الليل، لا ما ينفعش ينام طول الليل، لازم تصحيه كل 4 ساعات. هتقيسي السكر وهتعملي جدول كده هتكتبي فيها القياسات، عشان الجدول ده هتروحي بيه للجنة، لجنة الغدد والسكر. لو انت بتاخدي العلاج من هناك بيطلبوا منك جدول على طول للسكر، او تتابعي مع الدكتور المتخصص اللي انت بتتابعي معاه، هتوري له برضو ايه قياسات السكر عشان تشوفي الجسم سكره بيتحسن ولا لا. يبقى انت هتصحيه كل 4 ساعات، هتديله حاجات ايه، هتديله عصير، هتديله لبن عليه نشا وده افضل طبعا. واسالي برضو الدكتور المتخصص اللي انت بتتابعي معاه. انا كان الدكتور قايل لي كده على ابني اديله كوبايه لبن واحط عليها معلقه نشا عشان يفضل ايه يقدر ينام وسكره ما ينزلش. طب في ساعات الدكاتره بتطلب تحاليل وهم مهبطين سكر، بيقولك لا انا عايز التحاليل دي وهو سكره اقل من 50 عشان اعرف مثلا سبب هبوط السكر ده ايه، عشان اعرف نقص الهرمون هو ولا حاجه تانية. فالتحاليل دي وارد اكيد هيطلبوها منك. طب دلوقتي في حالة ان الدكتور عايز يشخص ابنك ويعرف بيجيله هبوط سكر ليه، فعايز ياخد تحاليل وهو سكره اقل من 50، هتعملي ايه؟
انا هقول لك والله خبرتي في الموضوع ده عشان اوفر عليكي تعب وتعب ابنك، وحبيبي ما يحصلوش اي حاجه بعد الشر. وهو سكر على من 50 دي بيبقى خطر طبعا على مخه وعليه جدا. فانا الاول كنت بستنى لما ابني يهبط، بعد كده اخده واروح بيه. اول ما كنت ما اوصل بيه المستشفى كان بيبقى مهبط خالص. لا انا هقولك تعملي ايه. بعد كده بقى اتعلمت وبقيت اعمل بقى اللي انا بقولك عليه ده، اللي انا هقولك عليه. بقيت انيمه عادي، بس ايه، ما بدهوش بقى ايه لبن بنشا قبل ما ينام ولا حاجه. إيه، ياكل عادي زي ما هو عايز وبعد كده ينام. وبعد كده باجي بقى كل ساعتين اقيس له السكر. طبعا هنعدي اول 4 ساعات عشان اول 4 ساعات هيبقى سكره متظبط عشان هو واكل. بعد كده هتقيسي بقى كل ساعتين. اول ما سكره يوصل 60 هتقومي جاهزه واخده ابنك. ما تستنيش بقى لما يبقى 50 قبل ما تروحي بيه المستشفى هيبقى 40. لا، اول ما سكره يوصل 60 هتقومي واخده ابنك ومعاكي جهاز السكر ومعاكي الورقه بتاعه التحاليل. وشوفي بقى هتعملي التحاليل دي في معمل ولا مستشفى. والاصح اللي انت تعمليها في مستشفى عشان يبقى فيها معمل ويبقى كل حاجه جاهزه، عشان برضو هبوط السكر ده حاجه خطيره شويه. فهتاخديه وهتروحي قبل ما توصلي للمستشفى. ويا ريت تبقى مستشفى قريبه من بيتك. لو انت بقى بيتك بعيد، يعني مستشفى بعيده او المعمل بعيد، فياريت تبقي مقيمه في المستشفى اليوم ده، اليوم اللي هتعملي فيه التحاليل. لو انت ساكنه بعيد عن المستشفى او هتاخدي ساعه ولا حاجه، لا ما تغامريش بابنك، تروحي وتباتي بيه في المستشفى احسن. وتسيبيه، ما تدوش سكريات بالليل ولا هتديله اي حاجه، وهتسيبيه لما يهبط خالص. وبعد كده طبعا في المستشفى يا ريت هيبقى في حاله لو المستشفى بعيده عن بيتك وهتاخدي مسافه او هتاخدي مواصلات، والمواصلات دي ممكن تبقى الدنيا زحمه وبتاع وفي ايدك عيل مهبط سكر، لا انت تباتي في المستشفى احسن. وعلى فكره في الشاطبي بيعملوا كده، بيحجزوا الامهات بعيالهم وبيقعدوا ليله كامله وبيخلوا الطفل يعني ما بيدوش بقى ولا محاليل ولا وبيقولوا الام صومين. فعلا الطفل بيصوم من بالليل لحد الصبح. عقبال ما يجي عليه الصبح بيبقى سكره نزل اقل من 50، يسحبوا منه التحاليل. ودي احسن حاجه وامن حاجه في الحاله دي، ان هو يبقى الطفل يبقى في اليوم ده في المستشفى. اما لو انت بيتك جنب المستشفى او بتتعاملي مع دكتوره بره ومفهماكي ان انت لا هتروحي المعمل جنب بيتك هتسحبي التحاليل، فمش هيبقى فيه بقى صعوبه في المواصلات ولا هيبقى فيه طريق طويل. لا، عشان ما ينفعش، لازم ده الموضوع ده لازم يتعمل بسرعه جدا. هتنزلي من بيتك تروحي على المعمل على طول يسحبوا منه التحاليل، وتكوني محضره كيس عصير في ايدك تديله في ساعتها. اول ما هتديله العصير هتلاقي سكره اتظبط وبقى كويس ومفيش حاجه. واستفاد ان هو ايه، خدوا منه التحاليل عشان التحاليل دي هي اللي هتقول ابنك عنده ايه بالظبط، ايه اللي بينزل السكر عند ابنك. فيا رب يقويك يا رب ويشفي مرضانا ويخلي ولادنا يا رب ويحفظهم ويبعد عنهم كل شر. واي حاجه بخصوص الموضوع ده يا ريت تسالوني وتكتبوا كومنتات وانا هجاوبكم. وان شاء الله في الحاله بقى بتاعه هبوط السكر دي الطفل لازم ياخد هرمون النمو، وبتتابعي مع اللجنه. وكل ما تتابعي بدري كل ما تروحي للجنه بدري احسن، لان اللجنه بتطلب حاجات كتيره جدا وبياخدوا وقت كبير جدا عقبال ما يدوا الطفل ايه هرمون النمو، لان هما بيتاكدوا 100% ان المشكله خلاص عملتي التحاليل لابنك وابنك طلع فعلا عنده نقص في هرمون النمو وهو اللي بيعمل له هبوط في السكر. ففي الحاله دي بقى هتتوجهي بقى للجنه الغدد والسكر اللي في سموحه. هي لجنه فيها كذا دكتوره، فهم بيطلبوا منك برضو تحاليل وبيطلبوا منك اشعه العظم بيطلبوا منك حاجات كتير جدا عشان يتاكدوا برضو قبل ما يدوا الطفل ده هرمون النمو ان هو ايه المشكله. هبوط السكر ده من هرمون النمو مش من اي حاجه تانية، لان قلنا في حاجات كتير في الجسم برضو بتعمل هبوط في السكر. ففي الحاله دي لازم تبتدي مع ابنك بدري. كل ما تجري بيه بدري كل ما تروحي بيه على طول افضل، لان اللجنه بتاخد وقت طويل برضو عقبال ما بتدي هرمون النمو، لان هما لازم يتاكدوا مش 100% اللي ابنك محتاجه، 1,000,000% ان ابنك محتاج العلاج ده. مش هيدوا علاج كده خلاص، لازم يتاكدوا طبعا ويعملوا اشاعات وتحاليل واشعه الغده النخاميه واشعه العظم، وبيعملوا برضو هرمون نمو تاني بس بالمحفز. ده تحليل كده بيبقى
هما بيعملوه. كل ده بيبقى التحليل بياخد برشامة الأول قبل ما يعمله. كل ده بيبقى تبع التأمين، لو هتابعي مع لجنة الغدد والسكر كل ده بيبقى تبع التأمين، هي اللي بتحولك. وطبعا ايه بيبقى فيه ايه اجراءات، يعني بتطلب منك مثلا اشعة رنين، فبتروحي مثلا على الخدمة بتاعة التأمين الاول تمضيها، وبعد كده تحولك على المركز اللي هتعملي فيه الاشاعة. فلازم ايه تسرعي على طول وفي الاجراءات عشان ابنك ياخد هرمون النمو وسكره يتظبط من هو صغير كده. ما تستنيش بقى ايه لما يكبر، ولا تسمعي كلام حد يقولك لا اصبري شويه، لا الهرمون ده خطر عليه. لا لا لا، في الحاله دي لازم تمشي ورا كلام المتخصص طب ابنك الحمد لله استلم علاجه وبياخد علاجه، خلاص كده اسيبه؟ يعني اديله العلاج وخلاص اسيبه نايم طول الليل؟ لا، وتفضلي برضو متابعه معاه على النظام الغذائي ده وتاكليه كويس. حتى هو واخد الهرمون، مش معنى هو واخد الهرمون خلاص انا هعتمد على الهرمون وخلاص بقى مش هيقيس له السكر، لا، ده ممكن يهبط برضو. بس هو بيتحسنوا واحده واحده، والعلاج بياخد وقت لان هي رحله علاج. فهو العلاج ده هياخد وقت عقبال ما سكره ايه يتحسن. وفي اطفال بتتحسن واحده واحده، يعني بعد ما كان بينام مثلا كل 4 ساعات مثلا بيهبط، لا، هيبقى كل 5 ساعات، كل 6 ساعات، كل 7 ساعات، هيوصل معاكي ممكن كل 9 ساعات. في اطفال ما شاء الله لما بيبقى عندها 6 سنين 7 سنين بيخفوا خالص، سكرهم بيتظبط، مش بيحتاجوا ياخدوا هرمون او ياخدوا حاجه. فطول ما انت متابعه مع ابنك وبتديله النظام الغذائي بتاعه صح والعلاج بتاعه صح، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيشفيه هيبقى كويس. يا رب يشفي مرضاكم. واي سؤال انا تحت امركم اكتبوه في التعليق وان شاء الله هرد عليكم. وشكرا جزيلا جدا.